الخير متابعيني الكرام اللي اول مره يشوفني. انا دينا حسن، دكات وصفات دندونه. انا كنت نزلت لكم من فتره ماسك للبشره الدهنيه الحساسه المختلطه، او عموما لكل يعني انواع البشره. انا بستخدم حاجات لاني احيانا يعني استخدم حاجه غلط تبص تلاقيها تجفف عندي البشره. فانا زي ما انا ما قلت لكم كده، لازم نشرب ميه كتير. اول ما نصحى من النوم لازم نشرب كوبايه ميه او كوبايتين ميه على الاقل. ده بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، انا طبعا بشرتي طبعا غسلاها ونضيفه جدا. هعمل معاكم ماسك غير الماسك اللي انا قدمته، ده ماسك تاني. يعني ما تعودوش بشرتكم على ماسك معين. بصوا حبايبي بقى، احنا كلنا عندنا في البيت طحينه. طحينه اهي، اهو انا اهي حطيتها في قلب بوله. ولو عندك دقيق رز ماشي الحال، ما عندكيش النشا برضو، هو رز ونشا مع بعض. انا ما عنديش دقيق رز حاليا، فانا عندي نشا فهكتفي بيها. لو عندك الاتنين ماشي، حطي معلقه من كل حاجه. وهروح ضيفاها على الطحينه بتاعتي. يعني بصوا الماسك ده تحفه جدا، خصوصا بقى الناس اللي هي بتتعرض للشمس كتير جدا. ده هيبقى ممتاز وملطف معاها جدا 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 اهو. وهجيب بقى ايه بقى معايا؟ لو عندك زيت لبان الكندر، اللي هو لبان الذكر اللي احنا بنقول عليه ده، انا اللي عاملاه على فكره عندي، وحطيته في ازازه. كانت ازازه صويا صوص، غسلتها وحطيت فيها اهو. انا كاتبه عليه اهو. لو انت عايزه تعمليه هقول لكم الطريقه. للي حابب ممكن تشتريه جاهز. هحط برضو عليه معلقه، وهقلب الخلطه الجميله بتاعتنا دي كلها مع بعض كده، كله يمتزج مع بعض كده. صدقوني ماسك خيال، ممكن تستخدموه كل يوم. الماسك ده مفيش منه اي ضرر ولا اي حاجه. بصوا بيشيل كلف، بيشيل في بعد ساعات كده بيطلع لنا كده زي نمش كده بسيط كده هنا كده واي حاجه. بصوا يعني حاجه مغذيه كمان للبشره، حلوه جدا ويعتبر زي الكولاجين. انتوا عارفين طبعا ان الطحينه احنا بتطلع من زيت السمسم اهو. جربوا بقى الماسك ده وهتدهولي لازم يبقى سميك كده اهو. لو انتي ما عندكيش لبان زيت لبان الكندر، ممكن انك انتي تستخدمي، يعني لو بشرتك مثلا مش حساسه ولا اي حاجه، ممكن تستخدمي ميه الورد. بس يا ريت مش ميه الورد اللي بتبقى عند العطار، هاتي ميه الورد اللي هي بتبقى موجوده في الصيدليه. ميه الورد اللي بتبقى موجوده عند العطار دي بنستخدمها في الحلويات، بس عشان ما تتلخبطيش اهو كده. طبعا مش هقدر طبعا استخدم برضو ليمون، لان الليمون حمض وهو حلو وكويس للبشره. بس انا بشرتي حساسه، الناس اللي زي حالاتي كده بشره حساسه دهنيه مختلطه. فهنعمل ايه؟ اعملي الماسك ده، اعمليه كل يوم، مفيش منه اي مشكله اهو. وهروح طبعا انا الماسك اللي فات انا قلت لكم ان هو اعمليه مرتين، يعني كل 3 ايام، مرتين في الاسبوع. ده كل يوم اعملي مناصفه ما بينه وما بين التاني، صدقوني حلو جدا جدا اهو. انا مثلا رحت مصيف مثلا ولا حاجه، خليه يعني خلي الحاجات دي معاكي في قلب شنطتك. حلوه وممتازه وحل سريع جدا. بصوا هبتدي اوزعه كده على بشرتي اهو. حلو قوي قوي قوي، وبيبيض وبيفتح وبيشد البشره. بصوا يعني حاجات ما شاء الله عندنا من البيت، يعني هتحطيها تحفه 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 تحفه. انا زي ما قلت لكم ما تنسوش الرقبه يا جماعه، الرقبه زيها زي بشره وشنا، وعايزه تحطيه على ايديكي ورجليكي مفيش منه مشكله اهو. بوزع كويس جدا، حلو جدا جدا جدا. بصوا ملطف طبيعي للبشرة. بصوا الجديد دايما عندي، جربي وانتي تشوفي اهي.
الناس اللي بتخاف تجرب حاجة، جربي الأول على بشرة ايدك وبعد كده جربي على بشرة وشك. اهو انا يا جماعة بشرتي حساسة ودهنية ومختلطة، يعني ما شاء الله ميكس. اهو بصوا كده بالظبط. الجيلاتين يا جماعة ما بيتحطش على البشرة. بصوا هو ممتاز، انا جربته ممتاز جدا، بس المشكلة انه بينشف البشرة جدا 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 جدا. والناس اللي هي يعني بصوا اللي هو الشعر الوبري ده هو بيشيله كمان، بس ما انصحكوش بيه. انا في اللي عايزة ترجع للفيديو السابق انا يعني شرحته بكمية وفيرة يعني. بصوا كده هتوزعوه كده، سيبوه بقى نص ساعة يعني. اهو مفيش منه اي ضرر، اهو انا بحطه تحت عيني، اهو بحطه تحت عيني عادي مفيش اي مشكلة والله. بصوا حاجة كده سبحان الله اهي. ولو فاضت حطوها بس في التلاجة، الجو الحر اللي احنا فيه ده عايز مرطبات. اهو زي ما انا بوريكم كده اهو. هسيبه بقى لمدة نص ساعة وبعد كده ارجع لكم تاني.